قاعدة بقى بالليل الساعة 2 بالليل والجو برد تلج، عايزين ايه ياكلوا؟ عايزين تاكلوا ايه الساعة 2 بالليل؟ حرام عليكم، مفيش اي حاجة تتعمل. لا احنا جعانين جدا وعايزين ناكل. قمت طبعا واتصرفت وعملت بقى من بواقي التلاجة عشوة لذيذة وخفيفة وقد ايه حلوة وهتعجبكم، وكمان ما اخدتش اي وقت خالص. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ معانا نشوف الوصفة. معايا طبعا جلاش هنا كان حاله ميؤوس منه خالص خالص يعني. كان كله مبرول قوي قوي ومفتفت، حتى لو مفتفت عندك، حتى لو سليم انت هتبدأي تجيبيه وتقطعيه كده وهنعمل بيه احلى عشوة مع بعض. زي ما انتم ما شايفين كده هنبدأ ان احنا نقطعه. طبعا لو طلع من الفريزر برضو هتعرفي تقطعيه، لو لسه طري برضو هتقطعيه بنفس التقطيعة. قطعناه كده، عايزاها تبقى حتت كده صغيرة خالص. هنبدأ بقى نجيب الحاجة اللي هنحط فيها، ومعايا بقى بضاية ومعايا كوباية من اللبن. حتى كوباية اللبن كانت لسه متلجة، ماما جعانين بقى فانا قلت اطلعها وخلاص، هتفك اول ما تدخل الفرن ان شاء الله. جبت بقى كيس اللبن وجبت بضاية، وكان عندي كمان بواقي من الجبنة الموتزاريلا. اي نوع عندك، جبنة عادية، جبنة فيتا، اي نوع جبنة عندك هينفع. بس طبعا الموتزاريلا بتدي مطة كده في الاخر وبتدي طعم حلو. كان عندي كمان شوية كده من اللانشون، كانوا هبدأ ان انا اقطعهم كده حتت واحطهم مع الوصفة بتاعتنا، هيخلوها حلوة جدا وما شاء الله. عايزه اقول لكم ما خدتش معايا اي وقت خالص، تقدري ان انتوا لو مستعجله طالعه بره او لو جعانين كده زي حالتنا بالليل مش عارفه تعملي اكل ايه، طلعي اي بواقي جلاش وبواقي التلاجة عندك، شويه زيتون، شويه جبنه مبشوره، اي حاجه هتحطيها في الوصفه دي هتنفع معاكي وهتكون زي الفل ما شاء الله. حلوه جدا وكانت خفيفه كمان وطعمها في منتهى الجمال. هنا بقى زي ما انتم ما شايفين حطيت البيضه وهحط معاها رشه من الفلفل الاسود وكمان رشه من الملح. وهبدأ ان انا احط اللبن، بس اللبن كان زي ما انتم ما شايفين كده لسه طالع من التلاجة. هبدأ ان انا احطه كده واحط معاه رشة من البيكنج باودر وكتره كده شوية من الفلفل الاسود. وهبدأ اقلب الخلطة دي كويس قوي وهحطها مع الجلاش اللي انا قطعته حتت صغيرة. هخليه كل الجلاش اللي معايا يتشرب بالوصفة اللي انا عملتها دي بخليط التسقية، اسفة، اللي هو عبارة عن اللبن وبيكنج باودر وبضاية ورشة من الملح وكمان شوية من البيكنج باودر وفلفل اسود. هبدأ ان انا احط بقى المكونات دي كلها مع انها اللبن مجمد قوي، بس كمان انا هدخلها القلاية على طول هتلاقيها فكت من بعضها. كان عندي بقى جبنة تلاجة كده محدش اكلها، رحت قلت بقى احطها وحطيتها كده حتت صغننه كده، واحاول ان انا افردها بالشوكة علشان ما تبقاش مكتله في حته واحده. زي ما انتم ما شايفين كده ببدأ ان انا افردها مع بعد ما حطيت الخليط. حطيت خليط التسقية زي ما قلت لكم على الجلاش، وبدأت من فوق احط الجبنة، وحطيت كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا. كان بواقي زي ما قلت لكم، اي بواقي عندكم هتنفع. وهنا طبعا كان معايا اللانشون، تقدري تحطي طبعا سلامي، تقدري تحطي شوية من اللحمة المفرومة، اي حاجة عندك، زيتون حطي، اي حاجة موجودة عندك متوفرة عندك حطيها. شوية كده من الجبنة الشيدر، شوية من الجبنة الرومي. انا بديكم افكار، وكانت في منتهى الجمال وكانت طرية وخطيرة جدا. وعايزة اقولك انا دخلتها كمان القلاية، ما حطيتهاش في الفرن، فما اخدتش معايا اي وقت خالص. شايفين مطة الجبنة خطيرة جدا يا جماعة، لسه طالعة بقى سخنة، فقلت اوريها لكم كده وهي سخنة وجميلة وطرية. عايزه اقول لكم من بيضه، من تحت بيضه كده وشفافه، ومن فوق كده واخده لون ذهبي تحفه، بجد جميله قوي، جربوها. وكمان تنفع لوصفات اللانش بوكس للمدرسه، بتكون سهله والاولاد دايما بيكونوا عايزين حاجات زي دي وتغيير. وصفه سهله وسريعه وجميله جدا، وعملناها من بواقي التلاجة، عملنا احلى عشوه. بصوا المطه دي، بصوا الحركة دي حلوة جدا. المطة دي بتاعة الجبنة دي بتغسلني كده من جوه، قد ايه حلوة وجميلة. جربوها، ومنتظرة طبعا رأيكم بعد ما تجربوها، وقولولي رأيكم عجبتكم ولا لا. وكمان لو انتي مش عايزة تقفي في المطبخ كتير او زهقانة من الاكل والروتين اليومي، اعملي بقى ايه البيتزا الجميلة السهلة السريعة دي، حلوة جدا يا جماعة. انا سميتها بيتزا عشان بنحط من فوق كده اي حاجة انتي حباها، في منتهى الجمال وطرية كده وهشة وجميلة، ومن تحت بيضة زي البيتزا بالظبط.
بس انت طبعا مش عاملاها باي عجينه ولا اي حاجه، احنا عاملينها من بواقي الجلاش. يا رب تعجبكم وتكون سهله عليكم. شكرا جدا.